روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة النهاردة هنلتقي مع تابعي جليل، حقيقة قصته رائعة وجميلة وليه مواقف في غاية الجمال والروعة. محتاجين فعلا ان احنا نعرف سيرته ونعرف تاريخه وحياته ونعرف المواقف ديت، واكيد هنتعلم منها حاجات جميلة جدا جدا. بتبدأ القصة من ان خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه في الفتوحات الاسلامية كان في معركة اسمها معركة عين التمر. معركة عين التمر ديت كان خالد ابن الوليد انتصر فيها وقدر يحصل على 40 غلام من السبي وجابهم المدينة المنورة. وال40 غلام دولت من السبي وزعوهم أو تم توزيعهم على عدد من الصحابة. فكان من ضمن السبي غلام اسمه سيرين. سيرين دوت كان من نصيب أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تملكه أنس بن مالك، وبعد فترة كاتبه، يعني حدد له مبلغ معين يشتغل ويقسطه ويجيبه لحد ما يخلصه يبقى حر خلاص، ويبقى بعد كده مولى أنس بن مالك. وبالفعل سيرين بدأ يشتغل ويجتهد لحد ما تم تحريره بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتق أنس بن مالك رقبته، وأصبح بعد ذلك هو يعني مولى أنس بن مالك. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان سيرين حب بالبلدي كده بلغتنا يعني كم من نص دينه، فحب انه يتجوز. فقعد يبحث حواليه اتجوز مين واشوف مين لحد ما ربنا يسره ووفقه فعلا انه يتزوج من مولاة لأبي بكر، من يعني فتاة كانت موجودة عند أبي بكر اسمها صفية. الفتاة ديت كانت جميلة مهذبة متدينة، يعني عابدة لله سبحانه وتعالى، وكانت من أقرب الناس لقلب أبي بكر، كان بيعتبرها زي بنته بالظبط. وبدأ سيرين يعني يكلم أبو بكر في الموضوع. وكانت على فكرة صفية كانت من أقرب الناس إلى قلب أمهات المؤمنين، وخصوصا عائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت قريبة جدا لقلب أمنا عائشة. بدأ سيرين يفاتح أبو بكر في الموضوع: أنا عايز أتجوز مولاتك صفية، وعايز أن أنا يعني أكمل نص ديني إلى غير ذلك. أبو بكر الصديق الموضوع بالنسبة له مش مسألة بقى أن المولاة اللي موجودة عندي هجوزها وخلاص وانتهى الموضوع، لا، هو بيعتبرها زي بنته. فبدأ يبحث عن ديانة هذا الشاب، انه مهما كان ده برضه كان جاي من السبي وكبر عند انس بن مالك وهو ما يعرفش حاجات كتير عنه. فبدأ يسأل كل الناس اللي يعرفوا سيرين: ايه رأيكم في الشاب دوت؟ فالكل اثنى عليه خيرا. فقال: طيب هو اكتر واحد عارفه هو انس بن مالك، اسأل انس بن مالك. فقال لانس بن مالك: ما رأيك يا انس، هل ازوج صفية من سيرين؟ فقال له انس بن مالك: زوجها منه يا امير المؤمنين، ولا تخشى عليها بأسا، فوالله ما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق موفور المروءة. إنسان فاضل، إنسان محترم، إنسان عنده دين وأخلاق ومروءة، جوزها منه وعلى بركة الله. وبالفعل وافق أبو بكر الصديق على تزويج صفية من سيرين، وعمل حفل كبير جدا، حفل جميل وحفل عظيم علشان زواج مولى من الموالي. عشان تعرفوا قد ايه كانت معاملة الصحابة للعبيد والإماء والموالي، كانت معاملة في غاية الإنسانية وفي غاية الرحمة والعظمة والجمال. وعمل الحفلة مش حفلة كده وخلاص ويلا مولى جوز مولاه وخلاص وخلص موضوع وانتهى، لا، عزم كل الصحابة وكل أهل المدينة، وحضر الحفلة ديت عدد كبير من الصحابة، وعلى رأس هؤلاء 18 واحد من الذين كانوا يقاتلون في غزوة بدر، 18 بدري. وقام أبي بن كعب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، وقام يدعو لسيرين ولصفية، يدعو لهما دعاء طويلا، والكل يؤمن على هذا الدعاء. وفوق ده كله صفية اللي تزوجها سيرين
قام 3 من زوجات النبي من أمهات المؤمنين هم ال3 مخصوص راحوا لها عشان يزينوها ويجهزوها لزوجها سيرين. فأي كرم وأي عظمة أعظم من هذا، ولن تجد هذا إلا في ظل هذا الدين العظيم الجميل اللي ألف بين قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من ثمرات الزواج دوت إن صفية أنجبت لسيرين ولدا سمته محمد أو سماه محمدا، فكان محمد ابن سيرين ضيفنا العزيز في هذه الليلة المباركة. يبقى ضيفنا النهاردة التابعي اللي هنتكلم عنه النهاردة هو محمد ابن سيرين، وحكينا قصته جت ازاي. خالد بن الوليد سبى عدد في معركة عين التمر، كانوا 40، كان من ضمنهم سيرين. سيرين ده كان من نصيب أنس بن مالك، أصبح بعد ذلك بعد أن أعتق أنس بن مالك رقبته فأصبح مولى أنس بن مالك، وبعد كده حب يتجوز مولاة أبي بكر اللي هي صفية، واتجوزها وحضر الحفل عدد كبير من الصحابة وتمت الزيجة. وكان من ثمرات هذا الزواج كان من ثمراته ان انجبت له محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين اتولد امتى؟ اتولد بعد 2 او قبل انتهاء خلافة سيدنا عثمان بن عفان ب2، قبل ما تنتهي او قبل ما يموت سيدنا او قبل ما يقتل سيدنا عثمان بن عفان ب2 كانت ولادة محمد ابن سيرين. عاش في بيت مليء بالإيمان وبالتقوى والطاعة وطلب العلم. أبوه سيرين رجل فاضل، وأمه صفية مولاة أبي بكر الصديق، وليها مكانة عظيمة جدا في قلب أمهات المؤمنين وفي قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عاش وشاف المجتمع حواليه مليء بالعلماء والصحابة ويعني وخيرة الناس على وجه الأرض، الجيل الفريد اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما زال في القرون الخيرية الجميلة العظيمة. فوجد زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة، ولزم ال6 دولت وقعد يطلب العلم على أيديهم لحد ما قدر بفضل الله سبحانه وتعالى خلال فترة وجيزة جدا قدر أن يكون عالم كبير، تحصل على قدر عالي جدا من العلم، وكان عنده فطنة وذكاء عجيب جدا، وكان عنده فراسة عجيبة واستخدمها في موضوع تفسير الأحلام كما اشتهر بعد ذلك بموضوع تفسير الأحلام. الشاهد في الموضوع أن تمر الأيام وتنتقل أسرة محمد بن سيرين إلى بلد البصرة. بلد البصرة أو مدينة البصرة كان خططت في عهد أو في أواخر خلافة عمر ابن الخطاب، كانت مدينة بكر، وكان الهدف من إنشائها حاجتين. الهدف الأولاني إنها تكون مركز للدعوة إلى الله عز وجل لكل من أسلم من بلاد فارس ومن بلاد العراق، والهدف الثاني إن هي تكون مدينة قاعدة عسكرية عظيمة لكل الغزاة الذين يغزون بلاد فارس عشان تكون قريبة منهم، يكون في أمداد أو إمدادات ضخمة بتقدم من هذه المدينة لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت مدينة لسه بكر ومدينة غنية جدا، ان كان فيها غنائم كتيرة جدا بتيجي من هذه الفتوحات الإسلامية التي قادها عدد كبير جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى انتقل محمد بن سيرين مع الأب والأم إلى بلد البصرة. قعدوا هناك، ومحمد بن سيرين خطط حياته على أساس حاجتين: طلب علم ودعوة إلى الله، وفي نفس الوقت كسب وعمل وتجارة شريفة يأكل منها لقمة نظيفة طاهرة. فبدأ يقسم حياته كالآتي. تعال نشوف يوم من حياته. كان أول ما يصحى كده لصلاة الفجر يوم يصلي في الفجر في المسجد، في مسجد البصرة، وبعدها يعمل حلقات تعليم، يعلم ويتعلم، وبعد ما يعلم ويتعلم وتشرق الشمس ويصلي الضحى وكده يبدأ يخرج إلى التجارة، يبيع ويشتري وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يعود إلى البيت ويصلي بعد ذلك صلاة الخمس في المسجد، وبعد كده يجي الليل يقوم يصلي قيام الليل ويصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلي ويبكي من خشية الله، وتمر عليه اللحظات أو الساعات ويجي الفجر وهكذا. ودي كانت دورة حياته الثابتة في كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان يعدي على أهل السوق، الناس اللي بيتاجروا ويبيعوا